السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا، هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الزواج للمتزوجة في المنام. أولا، ما معنى الزواج من الزوج مرة أخرى؟ فهو يشير إلى تجدد مشاعر الحب والمودة بينهما أو بداية مرحلة جديدة سعيدة في حياتهم، وبتدل أيضا على رزق واسع وخير وفير للأسرة، وقد يكون بشارة بالشفاء وزوال المتاعب والمشاكل. إذا كان لديها ولد أو بنت في سن الزواج قد يدل على قرب زواجهما. أما الزواج من رجل آخر ومعروف هي تعرفه يشير إلى أنها ستنال منفعة أو خيرا كثيرا من هذا الشخص المعروف، سواء لها أو لزوجها أو لعائلتها بشكل عام، وقد يدل على تحقيق أمنية كانت تسعى إليها. إذا كان الزوج هو من زوجها لشخص من محارمه أب أو أخ أو عم، يدل على أرباح كبيرة سيحققها الزوج في عمله أو تجارته بمساعدة هذا الشخص. إذا كان صاحب مكانة مرموقة دلالة على تحقيق الأهداف والأحلام، وإذا كانت مريضة فهو إشارة للشفاء بإذن الله. أما الزواج من رجل مجهول فإنه بشارة بقدوم رزق ومكاسب مادية في الفترة القادمة، خاصة إذا كانت تشعر بالسعادة. إذ لم تشعر بالراحة أو كانت الأجواء حزينة قد يشير إلى مرورها بظروف صعبة أو شعور بعدم الاستقرار العاطفي أو هم مؤقت يزول بإذن الله. لو كان العريس شيخا كبيرا في السن دليل على البركة والحياة الطويلة وسعة الرزق. لو كان العريس مريض يدل على تعرضها هي أو زوجها لبعض المتاعب الصحية أو المالية التي ستزول بعد فترة. لو كان العريس فقيرا أو محتاجا يشير إلى تحملها مسؤوليات إضافية أو مرورها بضيق في الحال يتطلب منها الصبر. لو كان العريس غنيا ووجيها بشارة بزيادة الرزق والمال والجاه لزوجها ولعائلتها. ارتداء فستان أبيض عموما هو دلالة على الخير والصلاح والستر، وإذا كان نظيفا وجميلا دل على نقاء الحياة والسكينة. أما إذا كان فستانها ممزق أو متسخ يشير إلى متاعب أو خلافات زوجية. إلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.